لقد تحدثنا عن عادات الولادة والموت، فلم يبقى من المناسبات المهمة في حياة الإنسان سوى الزواج، وبه يتعلق عدد كبير من العادات. وقبل الزواج فعليك أن تتعرف على البنت، وكان الرجال قديما يزورون بيت الفتاة في الليل ويرمون النافذة بالحجر لتخرج وتتكلم معه، وهذه الفترة نسميها عشقبانة. بعد عشقبانة وأخذ الإذن من والد العروس يجتمع ضيوف الزفاف ويذهبون إلى بيت العروس، وبينما هم في البيت تزين السيارات وتكون للسيارة العروس زينة خاصة. بعد هذا يذهبون إلى المسجد ليقوموا الزواج الشرعي، وأيضا إلى البلدية للزواج القانوني، لأن الزواج الشرعي لا يعترف به إذا لا يرافقه الزواج القانوني. وقد ترى العريسين يدسان على رجل من تزوجوه للتو، فيفعلون هذا لأن من يدس الأول سيكون له السلطة في البيت. بعد الزواج يذهبون إلى بيت العريس. أمام البيت يؤتى للعروس التفاحة أو القمح في الغربال لترميه فوق البيت. إذا بقي هذا للبيت معناه أن البنت ستبقى في البيت أيضا، وإذا سقط فعليها أن تدوس عليه لتبعد الحظ السيء. على عتبة الباب تستقبل أم العريس العروس وتؤتي لها القرآن في يدها اليمنى والخبز في يدها اليسرى، وهي تدخل البيت برجل اليمنى وتقرأ بسم الله، وتقبل أم العريس في يدها احتراما لها. وفي بعض المناطق تقبل العروس عتبة الباب. تؤتى للعروس الولد الأصغر من عائلة زوجها، وهي تدوره في حضنها 3 مرات ليرزق بالبنين، وهذا الطفل يسمى ناكونش. يشرب العروسان العصير من كوب واحد لتكون حياتهما زوجية حلوة مثل العصير، والعروس تقدم لكل من ضيوف الحفل العصير الخاص الذي نسميه شرب، وهم يؤتون لها الأموال، وهذا يسمى الرمي على العصير، أي بطانين شرب. جزء مهم من حفل الزفاف هو المهر الذي يتفق عليه الزوجان قبل الزفاف. المهر أو هدية الزفاف في الإسلام هي قيمة أو أموال معينة وفقا للشرعية الإسلامية يجب على المسلم تقديمها للمرأة وقت الزواج. غالبا ما يتم تقديمها في شكل نقود أو ذهب. أكثر ما تطلبه النساء للمهر في البوسنة هو قيمة المال في مبلغ الحج.